الطلاق مش عيب، العيب إنك تجرح وأنت متصور إنك ظريف. ده جزء من الكلام الإعلامية مفيدة شيحة لما طلعت تهاجم الإعلامي عمرو أديب بسبب انفصاله عن لميس الحديد بعد حوالي 31 سنة جواز. وبتكمل وبتقول بعد 31 سنة جواز وانت بتطلع بعد أسبوع وبتقول أنا بحبه وتضحك وترقص قدام الكاميرا. ده مش حب، ده أسوأ. بس ليه الاستعراض وليه التوقيت؟ الست سكتت واحترمت قرارك، بس انت أعلنت وجرحت. ناسي يا أستاذ عمرو إن اللي بتحبها دي صاحبة مراتك؟ وجهت كلامها أكتر لعمرو أديب وقالت له طب سيبك من لميس اللي كانت مراتك، طب وابنك ما فكرتش في ابنك شكله هيبقى عامل ازاي قدام الناس؟ واتهمته بالجحود ونكران العشره وقالت كلام كتير جدا. مع احترامي ليك يا مفيده، بس انا شايفه انه ما كانش ليه داعي اصلا الكلام ده. والعشره اللي بتتكلمي عليها دي مش شهاده ضمان للسعاده ولا هو سجن بنربط نفسنا عشان العشره. عمرو اديب حب واحده تانية وشايف ان هو مش قادر يكمل مع زوجته لميس وانفصلوا بهدوء. واحنا ما كناش عايشين معاهم عشان نحكم عليهم. انت بتلومي عليه ليه؟ هو حر يعيش حياته بالشكل وبالطريقه اللي تعجبه. احنا مش دورنا ان احنا نحكم على حياه الناس ولا نقول اسرار البيوت. واعلامي حياته الشخصيه حاجه وبرنامجه حاجه تانية خالص، ما نربطش الامور ببعضها. وكل واحد حر في حياته، مش دورك انك تحاسبي الناس وتحكمي عليهم. الاعلامي عمرو اديب مش صغير ولا هو لا طفل هنقول له المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه. راجل عنده يجي 60 سنه، فاهم وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه. ده كان رايي، حابه اسمع رايكم تحت في التعليقات.